بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وهنتكلم بس عن ما يسمى بالقمة وماتش الأهلي والزمالك. وما علينا يعني، هم بيسموها قمة بس مش مشكلة. هي ما فيهاش أي قمة لأن ما فيش منافس للنادي الأهلي في مصر ولا في أفريقيا عموما. بس ما علينا يعني. وفي كارثة حصلت من شوية إن اتحاد الكورة أعلن إن محمود بسيوني هو حكم المباراة وأحمد الغندور على الفار. ودي طبعا يعني احنا على باقة كنا على باقة المستشار عايز بطولة، فدلوقتي احنا على باقة المستثمر عايز بطولة، وعايزين نراضي الكل. فالماتش يخلص تعادل وخلاص ونبقى حبايب، او يكسب الزمالك والمستثمر ياخد بطولة. فما علينا يعني عشان نشجع الاستثمار وكده. فهنبتدي بس هنتكلم عن التشكيل المتوقع للفريقين. انا اعتقد ان الزمالك هينزل مدافع بكرة زي الماتش اللي فات بالظبط يعني. مش هيختلف حاجة ولكن هيزيد عليه شوية بهارات، وهي افتكاسات أحمد حسام ميدو بس مش أكتر. افتكاسات أحمد حسام ميدو هتبان في شيكابالا إن هو ينزل. عواد ولا صبحي، مين فيهم يبدأ؟ عبد الله السعيد وناصر ماهر ولا محمد شحاتة، ولا عبد الله السعيد ومحمد شحاتة. فدي افتكاسات أحمد حسام ميدو، ودي هتبان مع الماتش بكرة. ولكن أنا أعتقد إن الزمالك هيبتدي بمحمد عواد ومحمود بن تايك وحسام والونش وصلاح مصدق وعمر جابر، ده الدفاع. خط النص هيبقى شحاتة ودونجا وقدامهم عبد الله. وفي الأمام هيبقى زيزو وسيف الجزيري. وده تشكيل الزمالك بكرة زيه زي الماتش اللي فات بالظبط. تمنياتي لتشكيل النادي الأهلي، واكبر عدو لمارسيل كولر هو مارسيل كولر، او اكبر مشكله لمارسيل كولر هو كولر نفسه يعني. بس مش عايز يعني نتمنى المباراه تكون خاليه من افتكاسات مارسيل كولر. مباراه تكون خاليه من تشغيل الدماغ. الموضوع بسيط خالص، حط التشكيله العاديه خالص وانزل العب واكسب. مفيش اكتر من كده. انت بتلاعب فريق هو لولا التحكيم كان المفروض مركزه يكون عاشر، 11 تاسع. يعني فريق من يعني اقل من فرق منتصف الجدول مع احترامنا للنادي والكلام ده كله، لكن دي الحقيقة. فتشكيلة الاهلي هتبقى تمنياتي شوبير، الدبيس، ربيعة، اشرف داري، محمد هاني. قدامهم مروان وعمرو السولية، وقدامهم امام عاشور. في الهجوم اشرف بن شرقي، اسامه ابو علي، وجرادي شار. واتمنى ما اشوفش حسين الشحات بكره، اتمنى. لكن اعتقد ان التشكيله اللي هينزل بيها مارسيل كولر بكره هي محمد الشناوي وكريم الدبيس ورامي ربيعه واشرف داري ومحمد هاني، مروان عطيه واحمد رضا وامام عاشور، اشرف بن شرقي ووسام ابو علي وحسين الشحات. انا قلت اللي بتمناه واللي هينزل بيه مارسيل كولر، لان احنا لازم يبقى عندنا عمق هجومي كبير في الماتش ده بالذات، لان انت لازم تكسب. ده اول حاجه. تاني حاجه ان الزمالك متكتل دفاعيا ومش هيهاجم. هو مش جاي يهاجم، هو جاي يتعادل. ان كسب كان بها، ما كسبش وتعادل هو تمام وفرحان ومبسوط ونكد عليك. هو مش عايز غير كده، مش عايز يهاجم، هو مش عايز يكسب. فدي حاجه. وهيسوق للتعادل بتاعه لو اتعادل على انه مكسب زي الماتش اللي فات. فيعني ايه؟ فلازم يبقى عندك عمق هجومي. عمق هجومي لازم يبقى جراديشار وسام ابو علي واشرف بن شرقي، التلاتة يدخلوا في المنطقة والاهلي بيهاجم. التلاتة يكونوا موجودين في المنطقة والاهلي بيهاجم. ليه التلاتة لازم يبقوا موجودين؟ لان انت وانت بتهاجم الزمالك هيبقى متكتل تماما قدام مرماه، وهيدافع بتمن لعيبة قدامهم زيزو وسيف الجزيري هيبقى موجود على الدايرة. لازم انت يبقى في المنطقة بتاعتك وسام وجراديشار واشرف بن شرقي، التلاتة يبقوا موجودين. ولازم يبقى من خلفهم امام عاشور وعمرو السولية، لازم يبقى موجود وراه لان الاتنين دول بيعرفوا يشوطوا من بره المنطقة. وهنا لازم يبقى مروان عطية واقف على الدايرة مع سيف. ولازم الحاجة التانية ان الاجنحة الظاهرين بتوع النادي الاهلي لازم يتقدموا قدام، سواء كريم الدبيس او محمد هاني. لازم يتقدموا ويحاولوا يعملوا عرضيات متقنة
ودي اتمناها من محمد هاني. يعني كريم الدبيس لعيب عرضياته متقنه جدا، ولعيب هجوميا كويس جدا ومهاري جدا، ولكن اتمنى ان هو يلعب السهل مش اكتر. محمد هاني عرضياته مش عرضيات، هو محمد هاني ما بيلعبش عرضيات. انا مش عارف هو بيعمل ايه بصراحه، انا لحد دلوقتي مش عارف هو بيعمل ايه. محمد هاني لعيب احنا بنتعامل معاه على انه ناشئ، وهو عنده 28 سنه او 29 سنه. من يوم ما خوان كارلوس جاريدو طلعه وصعده من قطاع الناشئين في 2015 وهو بيتعامل معامله لعيب ناشئ. انا اخر اسيست شفته لمحمد هاني كان في ماتش وفاق سطيف من سنتين اللي بيرستاو. ما اعرفش بقى محمد هاني عمل اسيستات بعدها ولا لا، بس انا ما شفتلوش اي اسيست بصراحه. واخر جون كان في كاس العالم للانديه برضه من سنتين، فهو عايش بيهم تقريبا، يعني هو عايش بالجون ده. فاتمنى ان هو اشوف منه عرضيه كويسه قبل ما اموت، بس مش اكتر. فلازم الاهلي يلعب على عرضيات. وحاجه بس لازم نتكلم فيها، ان دفاع الزمالك مش قوي. دفاع الزمالك هو دفاع اقل من العادي، واللعيبه هتحصل بينهم اخطاء نتيجه الزحمه ونتيجه ان هم غير متفاهمين مع بعض اصلا. فالعرضيات مع ان انت عندك التلاتة اللي هيبقوا موجودين المهاجمين، في سواء في الرأسيات او حتى على مستوى داخل المنطقة، التلاتة بسم الله ما شاء الله عليهم جبارين، 3 مهاجمين من اعلى طراز. فاي خطأ هيسر عن هدف، ما فيهاش مشكلة. فلازم التلاتة يبقوا العمق الهجومي بتاعك قوي، لان هو حاطط لك عمق دفاعي 3 مدافعين، فلازم يبقى معاك عمق هجومي قوي، ولازم تبقى العرضيات متقنة. الحاجة التانية السكند بول، لازم يبقى فيه اللعيبة متمرنة على التسديد من بره المنطقة والتسديد المتقن، سواء عمرو السولية او امام عاشور او حتى مروان عطية لو دخل معاهم. في حين ان انت الكرة التانية المرتدة السكند لازم تتشاط بكل قوة او تتلعب صح. دي حاجة لازم يعني ايه، الاهلي لازم يلعب على النقطتين دول في تكتل الزمالك. الحاجة التانية اللي لازم الاهلي يعملها ان هو يخطف جون في اول المباراة، لازم نجيب جون في اول الماتش. لان بتسجيل النادي الاهلي هدف في اول المباراة هيبتدي نادي الزمالك ان هو يطلع من منطقته ويحاول ان هو يتعادل زي الماتش اللي فات. والنقطة السلبية اللي بنشوفها في النادي الاهلي دايما ان هو في اخر مبارياته مع نادي الزمالك بالذات، وخصوصا يعني في المباريات الاربعة الاخيرة، ان هو بيتراجع جدا. حاجة مش مطلوبة اطلاقا ان انت تتراجع، المفروض ان انت تستغل التقدم ده، لان الزمالك بيبقى عنده كوارث دفاعية وهو بيهاجم. فهو هيبتدي ان هو يصعد اللعيبة ويصعد اللعب ويهاجم، وهيظهر عنده مساحات في ورا محمود بن تايك وعمر جابر، والمدافعين بتوعه مش اقوياء. فهنا لازم الاهلي يلعب على المرتدات، وخصوصا ان الكورة تتلعب سواء وسام ابو علي او جراديشار يبقى محطة، والاتنين التانيين سواء جراديشار او وسام او اشرف بن شرقي، الاتنين اللعيب المحطة يمرر لهم الكورة ويبتدي يجري في المساحة، ونعمل هجمات مرتدة هنا. وامام عاشور طبعا هيطلع وراهم، ما فيهاش اي مشكلة. هنا لازم الاهلي يستغل الموضوع ده ويجيب جون واتنين كمان. الحاجة اللي عايزين بس نتكلم فيها، ان الاهلي لو جاب جون وعزز بالتاني الماتش هيفتح وهيبقى سكور. يعني لو جبنا جون في اول الماتش وعززنا بهدف تاني، الماتش هيبقى سكور لا يقل عن 4 أو 5 ان شاء الله، يعني باذن الله. فدي حاجة لازم ناخد بالنا منها. والخوف كله من مارسيل كولر مش من حد تاني، والله يا جماعة الخوف من كولر مش من اي حد تاني بس. فالحاجة التانية بقى اللي لازم نتعامل معاها ولاعيبة الأهلي لازم تاخد بالها منها، إن الحكم مصري يا جماعة. لازم نضغط على الحكم، لازم مدير الكرة من بره يضغط على الحكم، لازم الجمهور يضغط على الحكم في أي لعبة سواء تستاهل أو ما تستاهلش. لازم اللعيبة تعترض، إن هو ده أسلوب الزمالك وهو ده اللي هم هيعملوه بكرة، فلازم نعمل زيهم. هم على كل كورة هيضغطوا وهيزعقوا وهيعترضوا والكلام ده كله، لازم احنا كمان نعمل نفس الكلام. لازم اللعيبة تاخد الفكرة دي وتعمل نفس الكلام ده. وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وان شاء الله المكسب يكون حالفنا.